معلم دلوقتي لما بتخش تسجل في تطبيقات كبيرة وتطبيقات احترافية، بيبدأ ان هو يقولك لو انت مثلا ما كتبتش الباسورد او ما كتبتش مثلا كلمة السر هي الباسورد. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. ايه التخلف ده؟ لما كتبتش مثلا اليوزر نيم بتاعك او الباسورد، بيبدأ يديك خانة كده لونها بالاحمر ويقول لك ان الباسورد لا، ما ينفعش تسيب الخانة دي فاضية، وان الخانة دي لازم تبقى مليانة. او لو بتحط بياناتك داخل تطبيق وسبت مثلا بيانات مهمة لازم تكون حاططها، بيبدأ ان هو يجيب لك يقول لك ان الخانة ديت لازم تملى الباسورد بتاعها. طيب هتعرف في الفيديو بتاع النهارده باذن الله ازاي تعمل الخانة ديت بدون ما تحتاج اكواد برمجية ومن التليفون، وتعملها في اي تطبيق عندك حبه، او اي تطبيق انت بتنشئه يعني، او اي مشروع تطبيق تبدا ان انت تضيف عليه الامر ده. طبعا هعمل تطبيق جديد عشان اشرح لك عليه الموضوع، لكن انت تقدر تعملها مع اي تطبيق عندك ايا كان هو ايه. طيب برضه عشان تبقى انت فاهم ايه هي فكرتها، لما بتيجي هنا انا هو كده مثلا، انا هنا هو كتبت سكت اهو. لو جيت مثلا ما كتبتش حاجه ودوست على البوتن هيقول لي لا يمكن ان تكون فارغه. ودلوقتي هنروح على الفيديو، هنبدا بس الانترو وبعد كده نوصل على الفيديو، وهتعرف ازاي تعملها بالشرح التفصيلي وبدون ما تتعب نفسك وبدون ما تشغل نفسك. مش عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، ركز في الشرح ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب هتفتح سكتش وير، هيفتح معاك بالشكل اللي انت تشوفه قدامك ده. طبعا واجهة سهلة ومعروفة وبسيطة. طبعا لو انت ما اتفرجتش على كورس السكتش وير او سلاسل السكتش وير اللي انا عاملها قبل كده، فبقول لك روح شوفها عشان هيفوتك كتير جدا جدا لو ما شفتهاش، وبالذات كورس السكتش وير. طيب زي ما احنا عارفين هنعمل بروجكت جديد، دوس على علامة الزائد اللي في الجنب تحت ديت، وبعد كده انا هكتب في البروجكت اي حاجة لان انا مش فارق معايا. تمام؟ او لو انت عندك بروجكت جاهز، لو مشروع يعني جاهز، تمام، هتبدا ان انت تخش عليه اوتوماتيك، يعني مش محتاج تعمل الخطوه دي. تمام؟ فانا اقول له مثلا كرييت اب اي، انا طبعا عامل اي هبد يعني. طبعا بقى انت بتحط لاينر اتش ولاينر في والكلام ده كله، انا شرحته في كورس الاساسيات. لكن انا دلوقتي مش جاي عشان اشرح لك دول، انا جاي اشرح لك زي ما قلت لك في الفيديو ازاي تخلي لما حد يحط قيمه ما يحطش مثلا الباسورد، او يسيب المكان فارغ كده فاضي، يبدا ان هو يجيب له ايرور. لما ما يحطش فاريبل يبدا ان هو يجيب له ايرور. طبعا انت مش فاهم ايه المصطلحات دي كلها، بس هتفهم واحده واحده دلوقتي، وعايزك تبقى مركز شويه يعني. تمام؟ طيب اقول له هضيف تكست فيو كده. تمام؟ الواد ده اكتشاف. تكست فيو ايه التخلف اللي انا فيه ده؟ طب لما اغزى بس الواحد لسه صاحي فالدنيا عنده ملخبطه. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ طيب بص، شيل دي كده يا نجم. ماشي. هتبدا ان انت تضيف edit تكست كده. تمام؟ وطبعا انت بقى هتظبط شكلها، وتبدا انت تضيف بوتوم اللي هو زرار يعني، وتبدا طبعا الحاجات دي انت بتظبط شكلهم انت مع نفسك بقى. طيب وهتاجي كده edit text 1 دي كده، يعني هي هنا دي احفظها ان دي edit text 1، عشان لو عندك اكتر من تكست مثلا هتلاقي عندك edit text 11 20 100 200 زي ما انت حاطط في البرنامج. احفظ ان اللي انت هتشتغل عليها اسمها edit text 1. طيب هبدأ ان انا اروح عند البوتوم اللي هو الزرار، وادوس على الايفنت بتاعه وادوس له اون كليك. اون كليك دي فهمنا قبل كده ان هي عند الضغط عليها. عند الضغط عليها هبدأ ان انا اروح هنا، وابدأ ان انا اروح عند الاوامر. اول حاجة هروح عند الكنترول، وكنترول هدوس اف زين إلس ديت، هتجيبها تحطها هنا. وبعديها عند الاوبيتر هتجيب ايكوالز. فين الايكوالز؟ ايكوالز اهيت. ماشي، تعالي ادي الايكوالز اهيت. وبعد كده هتبدأ تروح عند الفيو، تجيب ليست فيو. فين الليست فيو؟ ليست فيو وانا احول ولا ايه؟ تكست فيو اهيت. تمام؟ اسمها تكست فيو مش ليست فيو، انا بس قلت غلط. تمام؟ وهتبدأ ان انت تروح عند الاوبريتور تاني. تمام؟ وتجيب معاك، هقول لك انا هتجيب دلوقتي.
هتجيب معاك اد سكور دايركتوري دي كده، تحطها هنا. والتكست فيو دهيت يعني فكك دي كده، هاتها التكست فيو ده عايزك تحطها هنا في المكان اللي انت هتشوفه قدامك ده. يعني هي مش هتقدر تخش جواها، مش فاهم ليه. انا جبت تكست فيو غلط، انا مواثق ان انا جبت تكست فيو غلط. فين يا اسطى تكست فيو؟ اهي. هنجيب دي اللي هي بتخش جواها، امسح دي بقى كده خلاص. تجيب تكست فيو وتحط دي هنا، وعايزك تجيب عند الكومبيتيشن تحت دي وتجيب تويستا وتحطها هنا. بس كده انت عملت اول حاجه. عند التكست فيو هتجيب edit text 1، وعند التويست تكتب اي حاجه انت عايزها. مثلا لم يتم الحفظ. ماشي. ونيجي هنا عند الاد سكور دايركتوري وهتكتب اللي هقولك عليه. edit. تمام. تكست. تمام. وتكتب رقم التكست بتاعك اللي هو مثلا 1 أو 10 أو 20. تمام. edit text. تمام اهو edit text 1 زي ما هي مكتوبة فوق هنا عند التكست فيو، هتكتبها في الاد سكور دايركتلي. تمام. وبعد كده هتبدأ ان انت تدوس علامة دوت وتدوس set error. طبعا الامر ده كله انا هسيبهولك في الكومنتات، يعني متقلقش، او هسيبهولك في ملف تحت الفيديو. انا بس بكتب للناس اللي بتحب تكتب وتفهم وما تحملش وتضيع وقت، فاهم؟ هقول له ان edit text اعمل set error. تمام. وافتح قوس، بس انا بكون كتبت set error صح، واعمل دبل كوتيشن كده من فوق، واقفل القوس تاني، وهقول لك هتعمل بايه. بس اروح اتاكد ان انا كاتب set error دي صح ولا لا. تمام. انا طلعت كاتبها غلط، ان الايرور دي بالاي كابيتال والار دبل ار. تمام. واجي هنا اكتب لا يمكن ان تكون فارغة مثلا. ده مثال بسيط اهو. بعدها هاجي في الاخر هنا وهعمل فاصلة منقوطة، دور عليها بس فين عندي اهي. دي الفاصلة المنقوطة عند حرف ال N كده، كليك طويل. طبعا ده كله انا هاخدهولك كوبي كده علشان اسيبهولك في الكومنتات او احطهولك داخل ملف. هدوس سيف، وبعد السيف هبدأ ان انا ارجع لورا كده. تمام. وابدأ ان انا اعمل رن للابليكيشن بتاعي. ماشي. وابدأ انا كده عملت له سيف، اعمل له رن بقى. رن اهوت من تحت. طبعا برضو بنصحك ان الكلام ده كله انت مش هتفهمه لو ما اتفرجتش على كورس السكتش وير. طبعا الحلقات اللي هتنزل الفترة الجاية تبقى حلقات عشوائية. ماشي. تدمج بقى، تتفرج على الحلقة التالتة على مع الحلقة الرابعة، وتدمجهم الافكار بتاعتهم جوه تطبيق يعني، فاهم؟ بس اهم حلقة اللي لازم تتفرج عليها هي حلقة الاساسيات، لان انت ما تتفرجش عليها مش هتفهم حاجة. تمام. ده التطبيق ثبت معانا مثلا، استنى هو بس يظهر، دوس عليه هيفتح معايا بالشكل ده. لو كتبت حاجة ودوست ماشي قال لي تمام. طب لو دوست كده من غير حاجة قال لي لا يمكن ان تكون فارغ. بس كده. هو ده كان فيديو الشرح بتاع النهاردة. بس فيديو شرحه بسيط، لكن النقطة دي التركية بتفرق جدا جدا جدا. لو انت عامل تطبيق عايز تبقى التطبيق بتاعك شكله احترافي، شكله جميل ومنظم. تمام. فالموضوع ده بيبقى جميل جدا لو انت بتعمل تطبيق شكله حلو. عشان ما تقولش عليك اكتر من كده، رب يكون الفيديو عجبك، متنساش تدعمني في السلسله دي عشان اكمل معاك. ويلا مع السلامه.